النهاردة عندنا حلقة مش عادية خالص. دي تجربة فريدة هتخليك تحس إنك عايش جوه فيلم رعب. 5 قصص حقيقية مأخوذة من حياة ناس زينا، بس واجهوا وحوش مش من الخيال، لأ، دول من الواقع المرعب اللي بيستخبى ورا الأقنعة الاجتماعية. القصص دي مش بس روايات، دي شهادات حية مليانة تفاصيل تخليك تحس بقشعريرة وتفضل تسأل نفسك إيه اللي ممكن يحصل لو كنت مكانهم. القصص دي احنا عدلناها من جديد مخصوص للحلقة دي، زدناها تفاصيل ولمسات جديدة تخليك تحس انك بتسمعها لأول مرة حتى لو سمعت جزء منها قبل كده. فتحضر لرحلة مليانة توتر ومفاجآت. لو بتحب القصص اللي تخلي قلبك يدق بسرعة وتفكرك في الجانب المظلم من البشر، يبقى انت في المكان الصح. احنا هنا بنغوص في عالم الغموض والرعب، بنرفع قصة جديدة كل أسبوع عشان تبقى على تواصل دايم مع الرعب الحقيقي. لو عايز تنضم لمجتمعنا السري من عشاق الرعب، اعمل لايك زي إشارة سرية، واشترك في القناة وفعل كل الإشعارات عشان ما تفوتش أي حلقة، سواء عن أشباح، جرائم حقيقية، أو ظواهر غامضة. الاشتراك ده مش بس خطوة، ده بوابة لعالم الرعب اللي ما ينامش. دلوقتي خلينا نبدأ مع القصص ال5 بتوع النهاردة. القصة الأولى: موعد نهى مع الوحش. 1985. في سنة 1985، في حي هادي في المعادي من القاهرة، كانت نهى محمود بنت عندها 16 سنة واقفة قدام بيتها البسيط اللي واجهته من الطوب الأحمر، مستنية واحد اسمه أحمد يجي ياخدها على حفلة تخرج المدرسة الثانوية. نهى كانت بنت عادية، شعرها بني طويل وابتسامتها خجولة، لابسة فستان أزرق لامع اشتريته مخصوص عشان الحفلة دي. كانت بتحلم بليلة مليانة رقص وضحك مع أصحابها، بس ما كانتش متحمسة قوي إنها تروح مع أحمد اللي كان زميلها في المدرسة ومعروف إنه متوتر جدا حوالين البنات، كأنه خايف من كل كلمة أو نظرة. توقعت إن الموعد هيبقى محرج شوية، مليان سكوت وكلام متقطع، بس لأن مفيش حد تاني طلب منها تروح معاها وكانت عايزة فعلا تحضر الحفلة، وافقت بعد تردد بسيط، مقنعة نفسها إن الليلة هتبقى كويسة. لما أحمد وصل أخيراً بعربيته القديمة اللي صوتها زي الجرار، حست نهى بخيبة أمل زي موجة برد. كان لابس بدلة رمادي غريبة وكرافتة حمراء عريضة، بدل ما تكون بدلة سودة أنيقة زي ما كانت متخيلة تكمل فستانها. دلوقتي مش هيبقوا متشابهين في الصور، وهيبدوا زي اتنين مش مظبوطين مع بعض. كمان كان متهطر لدرجة إن إيده كانت بتترعش زي ورق الشجر في العاصفة، وما قدرش يركب زهرة الكورساج البيضة الجميلة على فستانها من غير ما يمسكها بقوة زيادة. أم نهى، ست في الأربعينات بشعر أصفر قصير وابتسامة دافية، اضطرت تطلع بسرعة من البيت وهي لابسة روبها، وركبت الزهرة بنفسها بإيد هادية، وحاولت تهدي الجو المحرج. بعد ما ركبت الزهرة، أم نهى صورت صور محرجة جدا ليهم وهم واقفين قدام البيت تحت نور لمبة الباب، قبل ما يركبوا عربية أحمد ويروحوا على قاعة الحفلة المليانة بالونات وأنوار ملونة. لما وصلوا القاعة اللي كانت مليانة أغاني صاخبة وضحك، نهى كانت عايزة تروح على طول لمكان الرقص تشوف صحابها المقربين اللي كانوا بيرقصوا بحماس، عشان تخفف الجو التقيل اللي حسيته من الأول، لأنها ما كانتش مستمتعة مع أحمد خالص، اللي كان بيبص زي الشبح وسط الحفلة. فضلت معاها برضه، حاولت تدور على مواضيع تتكلم فيها، بس كان واضح إن أحمد مش عاجبه الحفلة خالص، مش عاجبه إنه يكون وسط زحمة المراهقين اللي بيتحركوا بحرية، كأن الدوشة والحركة بتخليه يحس برعب جواه. نهى حست بالشفقة عليه، شافت في عينيه نظرة ضياع، فقالت بهدوء: يا أحمد، تحب نروح نقعد في حتة هادية ونجيب حاجة ناكلها من العربية الصغيرة هنا؟ يمكن كيك أو عصير ونرتاح شوية. أحمد حس براحة فورية، كأن كلامها نجاه من جحيم، وقال بصوت مرتجف: نفسي جدا، شكرا يا نهى. مشيوا من مكان الرقص الزحمة وراحوا على حتة الأكل الصغيرة في ركن القاعة اللي النور فيها كان أقل والأغاني بعيدة. لما كانوا هيقعدوا على الترابيزة الخشب البسيطة، أحمد سحب الكرسي لنهى بلطف رغم إن إيده كانت بتترعش. قعدت ودفع الكرسي لجوه زي الراجل المؤدب اللي بيحاول يقلده، بس بدل ما يقعد معاها ويكمل كلام، مشي فجأة من غير ما يقول لها رايح فين، سايبها لوحدها وسط الترابيزة. نهى افتكرت في الأول إنه رايح الحمام عشان يهدي أعصابه، بس بعد وقت طويل حسيته زي الأبدية
كان واضح إنه مش هناك، فبدأ القلق يزحف عليها. قامت تدور عليه، مشيت وسط مكان الرقص المليان ناس بتتحرك زي الموج، وبعدين في القاعة كلها من الممرات للأوض الجانبية، بس ما لقيتهوش. طلعت بره تحت السماء المليانة نجوم تشوف إذا كان عربيته اختفت. يمكن مشي وسابها، بس شافت عربيته لسه في الباركينج واقفة زي شبح لوحدها. لما استدارت عشان ترجع جوه، شافت أحمد قاعد على الرصيف البارد بياكل برجر بالجبنة من ماكدونالدز بشراسة، كأنه بيهرب من الواقع. راحت له بسرعة، قلبها بيدق بقوة، وسألته بنبرة فيها غضب ودهشة: بتعمل ايه هنا بره في البرد؟ قالها بصوت واطي وهو باصص في الأرض: كنت عايز أجيب برجرين بسرعة وارجع أقعد معاكي وانت بتكلي، بس الحراس ما سمحوليش أرجع جوه، فرحت جبت برجر زيادة وقررت أستنى هنا لحد ما تطلعي. دلوقتي لما طلعتي انت كمان مش هتقدري ترجعي جوه بسبب القوانين الصارمة. نهى حست بإحباط قوي، الليلة اللي كانت بتحلم بيها بقت كابوس. قالت بس بصوت منهك: يا أحمد، عايزة أرجع البيت دلوقتي، مش قادرة استحمل أكتر من كده. أحمد حس بالهلع، عينيه اتملت ندم، وقالها بصوت مكسور: أنا آسف جدا يا نهى، كنت عايز الليلة دي تبقى حلوة بالنسبة ليكي، مليانة ذكريات حلوة، بس أنا فشلت تماما. أنا آسف إنها ما كانتش كده، وأوعدك إنها حاول أعوضك بعدين. وصلها البيت في سكوت تقيل، ودعها عند الباب بكلمتين، ودخلت بيتها اللي كانت أمها مستنياها بكوباية شاي سخن، وهو ماشي بعربيته في الضلمة. وده كان كل حاجة عن الليلة المأساوية دي. نهى شافت أحمد مرة واحدة بس بعد كده، بعد أسبوع تقريبا من الحفلة، لما دعاها على حاجة سماها حفلة في البيت، في بيته البسيط في ضواحي المعادي. نهى فكرت في الأول إنه بس بيحاول يصلح الموضوع، بس سألت نفسها جواها: الواد الخجول ده مش معقول يعمل حفلة بجد، بالعافية يقدر يستحمل إنه يكون حوالي أنا لوحدي ساعة، فما بالك بحفلة مليانة ناس وضحك وأغاني. بس هي كانت مهذبة بطبعها، فقالت بابتسامة مصطنعة: أكيد نفسي آجي، هتبقى حاجة ممتعة. وصلت هناك بالليل متوقعة شوية دفى ومرح، بس اللي لقيته كان مخيب للأمال. ما كانش فيه أكل حلو ولا أغاني صاخبة، وكان فيه 3 بس، صحابه غريبين يشبهوا ناس من عالم تاني. أول ما دخلت، أحمد كان عايز يعمل جلسة تحضير أرواح غريبة عشان يتواصلوا مع الشيطان. حط شمع أسود في دايرة وبدأ يهمس بكلام غامض. الجو اتجمد. نهى حست برعب شديد من تصرفاته اللي انقلبت فجأة لحاجة شيطانية، كأن قناع الخجل وقع، لدرجة إن بعد دقايق بس حست بقشعريرة في جسمها. استدارت ومشيت من البيت بسرعة من غير وداع، سايبة الكل مصدوم. ما شافتهوش تاني، أو هي فكرت كده، لحد ما بعد 13 سنة طويلة مليانة حياة عادية، لما قرت عنه في الجورنال في صباحية عادية، واتجمدت من الصدمة. في سنة 1998 في 22 يوليو في حي مدينة نصر اللي مليان حياة ليلية، الشرطة لقت راجل اسمه محمد عصام بيجري مرعوب في الشارع الرئيسي، وإيده مكلبشة بكلبش حديد، بيلهث وبيصرخ طالب مساعدة. الضباط جريوا عليه بسرعة، ونور عربية الشرطة منور الضلمة، وسألوه بصوت حاد إيه اللي بيحصل. قال إن راجل غريب كان محتجزه رهينة في شقته الضلمة لساعات، وهدده إنه هيقتله بأدوات مرعبة، بس قدر يهرب منه في لحظة يأس ويجري على الشارع البارد. الشرطة راحت فورا على الشقة اللي هرب منها، وخبطوا على الباب بقوة في عمارة قديمة مليانة سكان. الباب اتفتح ببطء، واتقابلوا برجل طويل ونحيف قدم نفسه باسم أحمد بهدوء مرعب، كأنه بيسيطر على كل كلمة. قال للشرطة إن الموضوع كله سوء تفاهم كبير بسبب مشكلة بسيطة، وإن محمد عصام ده صديق مقرب ليه ومش عارف إيه اللي جراله فجأة وهرب كده. الشرطة لقيته مقنع جدا، صوته هادي ومنطقي، وكانوا خلاص هيصدقوه ويقفلوا القضية. بس وهم بيتكلموا معاه في المدخل الضيق، ضابط بص جوه الشقة الضلمة وشاف على ترابيزة القهوة الخشب صور واضح إنها لأجزاء جسم مقطعة ملطخة بدم جاف، إلا أثار رعب فوري. قبضوا على أحمد على طول، كلبشوه، ولما فتشوا الشقة كلها تحت نور القوات الخاصة لقوها بيت رعب مش معقول، زي ما يكون من فيلم.
غير الصور المرعبة، الشقة كانت مليانة بقايا بشرية متناثرة في كل حتة. في رؤوس بشرية محفوظة في التلاجة والفريزر جنب الأكل العادي، وفي أوضة نومه الضيقة برميل 57 جالون في جثث متعفنة مغمورة في كيماويات قوية عشان تحافظ عليها. وكمان في أدلة واضحة إن أحمد كان بياكل الناس دي، أواني مطبخ ملطخة وأجزاء محروقة. حمد كان عايش في عمارة زحمة مليانة عائلات وأطفال، والجيران كانوا اشتكوا كتير من ريحة كريهة نابعة من شقته، ريحة عفن بتخترق الحيطان. بس هو شرح ببرود إنها لحمة بايظة في التلاجة، فالكل صدقه. بس الاكتشاف الأكثر رعباً عن إزاي كان بيخبي جرايمه جه بعد يومين من التحقيق الدقيق. على ما يبدو قبل شهرين من هروب محمد عصام كان في شاب تاني هرب من الشقة مكلبش، وكان بيجري مرعوب في نفس الشارع بيلهث وبيحاول يتكلم. الشرطة أوقفته، بس الشاب ما قدرش يتكلم أو يشرح إيه اللي بيحصل بوضوح، كأن لسانه مربوط. وهم بيتكلموا معاه في الشارع الضلمة، أحمد جه يجري بسرعة، شكر الضباط بحرارة زيفة إنهم لقوا صاحبه اللي ضايع، وشرح إنهم اتخانقوا زي العشاف في لحظة غضب. فالشرطة تجاهلت الموضوع تماما، وحتى رجعوهم للشقة في عربية الدورية وفضلوا يراقبوهم وهم بيدخلوا قبل ما يمشوا مطمنين. لو الشرطة كانت انتبهت أكتر للتفاصيل كانوا هيشوفوا فتحة محفورة بعناية في قفا راس الشاب، فتحة صغيرة مليانة ندوب. كان أحمد بيحط فيها حمض كيماوي عشان يتحكم في دماغه، اللي خلى الشاب مش قادر يتكلم أو يفكر زي الناس. أول ما الشرطة مشيت وقفلت الباب، أحمد قتل الشاب ده من غير رحمة. زاد واحد على قائمة ضحايات طويلة. أحمد موعد نهى في الحفلة اللي كان بيبدو بريء ما كانش غير القاتل المتسلسل الشهير أحمد جمال، اللي قتل 17 شخص بريء على مدى 13 سنة ضلمة مليانة خداع ووحشية. اتحكموا عليه في الآخر بالسجن المؤبد في محكمة زحمة بالصحفيين، بس اتقتل على إيد سجين تاني في سجن صعب في نهاية درامية تليق بقصة رعبه. القصة التانية الفتاة بلا وش 2008. في سنة 2008 في قرية المنصورية الصغيرة في الجيزة اللي الحقول الخضراء والغيطان ممتدة تحت شمس حامية، كانت منى علي بنت عندها 16 سنة، مراهقة مصرية عادية جدا، بتحب تسمع أغاني وتقابل صحابها في المدرسة الثانوية، عايشة حياة هادية مع أهلها في بيت خشب بسيط. في ليلة سبت من يناير البرد نسبيا، راحت هي وأمها، ست بتشتغل في سوبر ماركت قريب وبتخاف من الضلمة، على قداس أسبوعي في كنيسة صغيرة متزينة بصلبان خشب. القداس كان مليان ترانيم وصلوات، بس طول أكتر من المتوقع اللي خلى الشمس تغرب بسرعة. بعد كده ركبوا العربية القديمة بتاعت أمها اللي صوتها زي الجرار، وبدأوا يسوقوا على طريق سريع ريفي مهجور تماما. بيتهم كان على بعد 20 دقيقة بس، طريق مستقيم زي الشريط الأسود في الضلمة، محاط بغيطان كثيف على الجنبين، من غير أي نور شوارع أو بيوت بين الكنيسة وحيهم الهادي. أم منى كانت سايقة قلقانة بطبعها، ماسكة الدركسيون بإيديها العرقانة، منحنية لقدام ومركزة جدا على الطريق الترابي الوعر. عينيها اللي بتضعف في الضلمة كانت بتزود قلقها زي النار. بالليل قلقها كان بيوصل للذروة، فكانت بتبذل مجهود كبير عشان تتجنب السواقة بعد الغروب، وبتفضل تستنى للصبح. بس المرة دي القداس طول بسبب خطبة زيادة، ودلوقتي الشمس كانت بتغرب ببطء، بترمي ظلال طويلة على الشجر. كانت بتسوق بأسرع ما تقدر، حوالي 90 كيلومتر في الساعة في منطقة محددة ب60 بس، عشان توصل البيت قبل ما الضلمة تبقى شديدة وتبقى كابوس. وهم بيسوقوا بالسرعة الزيادة دي، منى اللي كانت قاعدة في كرسي الراكب لابسة جاكيتها الشتوي بصت بالصدفة على أمها. من شباك أمها الشمال شافت زي صورة بنت صغيرة قاعدة على جنب الطريق الترابي لوحدها في الضلمة اللي بتكبر. بنت صغيرة بتعمل إيه هنا في النص ده من غير حد حواليها؟ قالت لأمها بصوت مليان قلق، قلبها بيدق بسرعة. أنا شفت دلوقتي بنت صغيرة شكلها لوحدها وتعبانة. أم منى ما سمعتهاش المرة الأولى بسبب صوت الموتور والريح، فمنى قررت بإلحاح أكبر: أنا شفت بنت صغيرة على جنب الطريق، لازم نرجع، مش عارفة بتعمل إيه هنا في الضلمة دي، يمكن تحتاج مساعدة طبية أو حاجة. أمها بصت بسرعة مترددة إنها ترجع، عشان ده معناه إنهم يفضلوا بره وقت أطول ويسوقوا في ضلمة أكتر، اللي بيزود توترها.
انت متأكدة شفتي حد؟ ولا ده وهم بسبب الضلمة؟ لازم نرجع البيت بسرعة، الطريق هنا خطر، قالت بصوت مرتجف. منى أصرت بقوة، عينيها مليانة عزم. يا ماما أنا متأكدة جدا إني شفت بنت صغيرة قاعدة هناك، لازم نرجع، مش نقدر نسيب طفل لوحده في الغيطان دي. أخيرا بضيق واضح منى وقفت العربية في نص الطريق، عملت دورة ثلاثية بصعوبة على التراب وبدأت تسوق راجعة ببطء للمكان اللي منى شافت فيه البنت. ما كانوش قطعوا غير نص ميل، فبسرعة بدأوا يبطلوا لما منى قالت أعتقد إنها في المنطقة دي بالظبط، هدي شوية. بدأوا يفحصوا جنب الطريق اليمين بعناية، الضلمة بتشتد بالتدريج، بس مع النور الأمامي القوي للعربية كانوا واثقين إنهم هيشوفوها بوضوح، يمكن تكون بتهز إيديها طالبة مساعدة. وهم بيسوقوا ببطء شديد على الطريق الوعر، شافوا البنت على بعد شوية على جنب اليمين، ظهرها للطريق كأنها متجاهلة العالم، ركبها مرفوعة لصدرها بوضع دفاعي، وكانت بتهتز يمين وشمال ببطء مريب كأنها في صدمة. منى علقت، إزاي غريب إن بنت تكون هنا من غير بيوت قريبة أو حتى ممرات مشي؟ دي وصلت هنا إزاي؟ المكان ده مليان وحوش برية وضلمة، لازم تكون خايفة. بدل ما تقف فورا خوفا من المجهول، منى قررت تسوق جنبها ببطء عشان تبص أحسن، وبعدين ترجع تشوف لو محتاجة مساعدة بجد، يمكن يوصلوها بيتها أو يتصلوا بالشرطة. لما قربوا منها ببطء اكتشفوا إنها مش بنت صغيرة، دي مراهقة صغيرة في سن منى تقريبا، شعرها الأصفر الطويل بيتهز مع الهز. وهم بيعدوا جنبها ببطء توقعوا إنها هتستدير وتتفاعل مع العربية، يمكن ترفع إيدها أو تبص عليهم، بس هي ما عملتش كده، فضلت تهتز زي تمثال حي، اللي خلى إحساس غريب بالتوتر يزيد. حسوا بشوية خوف بيزحف عليهم كأن في حاجة مش طبيعية. منى ساقت حوالي 50 متر بعد البنت، وقفت وعملت دورة ثلاثية تاني، وبصوا راجعين للمكان اللي المفروض البنت تكون فيه دلوقتي، على جنب العربية الشمال. اختفت فجأة كأن الأرض بلعتها. الضلمة كانت شبه تامة دلوقتي، ومع النور الأمامي بس ما قدروش يشوفوها في الغيطان الكثيفة. منى اقترحت بصوت مرتجف، يمكن اتحركت شوية، خلينا نسوق لقدام ببطء ندور. ساقوا ببطء شديد، بيدوروا النور يمين وشمال زي كشاف، بس ما كانش فيه أي أثر ليها، لا خطوات ولا صوت. بعد كام دقيقة من الدوران بسرعة 10-15 كيلومتر في الساعة مع التوتر بيزيد، قرروا إنها يمكن رجعت للغيطان لسبب ما، منى زودت السرعة شوية بتحاول تهدي نفسها. كانوا قطعوا حوالي 2-3 كيلومتر، التوتر مال العربية. لما وصلوا المفترق طرق مهجور في إشارات وقوف صديانة، وهم بيقربوا ببطء منى شهقت بصوت عالي، إيديها بتترعش على الدركسيون. على الجنب التاني من المفترق، على الجنب اليمين تاني، كانت نفس البنت بالظبط، قاعدة وظهرها للطريق، ركابها مرفوعة، بتهتز بنفس الإيقاع المريب كأن الزمن ما عداش. منى وقفت عند إشارة الوقوف، العربية بتترعش شوية. الاتنين كانوا مصدومين تماما، الفكرة مستحيلة علميا. كانوا شايفينها لسه من شوية على بعد كيلوات على الطريق القديم، ما كانش ممكن تكون هنا دلوقتي إلا لو كانت بتجري بسرعة خارقة أو حاجة تانية. منى سألت بصوت مرتجف، تفتكري دي بنت مختلفة خالص؟ يمكن أختها أو صاحبتها؟ منى قالت بيقين، لا، دي نفس البنت، نفس الشعر، نفس الوضعية، أنا متأكدة. قعدوا هناك دقيقة كاملة في سكوت تقيل، الريح بتهب بره، لحد ما منى بدأت الهلع يعصف بيها، دموع في عينيها. يا ماما ما تقفيش هنا، عندي إحساس وحش جدا من البنت دي، مش عارفة إيه اللي بيحصل بالظبط، بس في حاجة غلط، ما تقفيش. منى كانت حيرة وحاسة بالذنب إخلاقيا، ما كانتش مرتاحة إنها تسيب البنت لوحدها في الضلمة. لازم على الأقل نمر جنبها ببطء ونسألها لو هي كويسة من الشباك، ده أقل حاجة نقدر نعملها كبني أدمين، يمكن تكون في خطر بجد. منى قالت بإلحاح أكبر، صوتها بيعلى، يا ماما ما تقفيش أبدا، عندي إحساس وحش بيقول لي إن ده مش طبيعي، ما تقفيش. بس أمها مدفوعة بالضمير رفعت رجلها عن الفرامل ببطء وبدأت تتحرك عبر المفترق بسرعة زاحفة. في الوقت ده منى كانت مرعوبة تماما، كأن قلبها هينفجر.
فكت حزام الأمان بسرعة وانحنت في حتة الرجلين قدام الكرسي الضيق، وقفلت عينيها بقوة وغطت ودانها بإيديها، وطلبت من أمها بصوت مبحوح: يا ماما كملي سواقة، ما تبصيش عليها، بس امشي. منى كملت تسوق لحد ما وقفت جنب البنت مباشرة. العربية على بعد 1 متر بس، اللي كانت لسه قاعدة بتهتز بنفس الإيقاع المنتظم من غير ما تتفاعل معاهم أو تبص. منى قالت بصوت قوي: من فضلك افتح الشباك شوية عشان أسألها لو هي كويسة. منى رفضت تماما وهي لسه بتعيط في حتة الرجلين وجسمها بيترعش. بضيق شديد منى مدت إيديها عبر الكرسي الخشن وفتحت الشباك يدوي بصعوبة. الهواء البارد دخل فجأة. منى في حتة الرجلين الضيقة وودانها مغطية فتحت عينيها ببطء وبصت على أمها اللي كانت ممدودة فوق الكرسي بإيد مرتجفة. أمها صرخت للبنت بصوت عالي: يا بنت، انت كويسة؟ محتاجة مساعدة؟ وبعدها رجعت فجأة برعب تام، صرخت صرخة مدوية مليانة فزع، وطلعت بسرعة مذهلة على الطريق الترابي، العربية بتترعش بقوة. منى قفزت من حتة الرجلين بسرعة، جسمها بيترعش، وصرحت: ايه اللي حصل؟ ايه اللي شفتيه بالظبط يا ماما؟ أمها حطت إيديها على بقها المفتوح، بتعيط بهدوء وهي بتسرع على الطريق الوعر، العواصف العاطفية بتعصف بيها. ما قدرتش تلاقي كلام في الأول، وبعدين همست أخيرا بصوت مكسور: ما كلهاش وش يا بنتي، كان فاضي، لا عينين لا مناخير لا بق، بس فراغ أسود. لما استدارت وبصت عليا كانت حاجة مش بشرية. منى صرخت برعب والاتنين عيطوا بصوت عالي وهم بيسرعوا للبيت. الدموع غرقت وشوشهم. جريوا على جوه. لما وصلوا قفلوا الباب بسرعة، منى اتصلت برقم 112 بإيد مرتجفة. كانت محرجة جدا إنها توصف بنت من غير وش، خايفة يفتكروا إنها هلوسة، فبلغت بس إنها شافت بنت لوحدها يمكن محتاجة مساعدة على الطريق الريفي. الشرطة دورت في الطريق السريع كله لساعات مع كلاب الإنقاذ والأنوار، بس ما لقوش أي أثر ليها، لا بقايا لا أثر رجلين ولا حاجة، اللي خلى القصة تبقى لغز بيطارد عيلتهم للأبد. القصة الثالثة: موعد محمد مع الخيانة، 2015. في سنة 2015 في مدينة الإسكندرية الساحلية الجميلة اللي البحر بيتلاقى مع العمارات القديمة، كان محمد حسام 21 سنة، ضابط شرطة جديد مليان حماس وطموح، بس وقع ضحية انفصال مفاجئ من خطيبته اللي كان بيحبها بجنون. الانفصال جه زي كف قاسي، لأنه كان لسه منقل للإسكندرية عشان يكون قريب منها، سايب أهله وأصحابه ورا. كان محطم تماما، بيقضي أيامه في الدوريات الشرطية بتشتت، ولياليه في اكتئاب عميق، قاعد لوحده في شقته الصغيرة بيفتكر الذكريات. بعد أسابيع من الضلمة دي، صاحب قريب زميله في الشرطة اقترح عليه يعمل بروفايل على تندر عشان يرجع لعالم المواعدة. هتلاقي حد يقدرك، ما تفضلش معلق. محمد كان دايما بيقابل بنات في الحياة اليومية، في الكافيهات أو الشغل، فالمواعدة أونلاين كانت جديدة ومخوفة بالنسبة له، مليانة شكوك. بس وهو حاسس بالوحدة الشديدة زي الفراغ، قرر إنه ما عندوش حاجة يخسرها، فعمل بروفايل بسيط بصور من شغله ووصف قصير عن حبه للبحر. في وقت قصير اتطابق مع بنت اسمها ليلى، اللي حس إنها أحلى من مستواه بكتير، جميلة بشعر أسود طويل وعيون خضرة ساحرة. اتكلموا لمدة 2 أسبوع كاملين في الشات، بيتبادلوا قصص يومية ونكت، واتفقوا بشكل رائع كأنهم عارفين بعض من سنين، فقرروا يتقابلوا أخيراً. ليلى كانت عايشة على بعد 1.5 ساعة بالعربية في بلدة جنب الإسكندرية، وناقشوا كتير مكان اللقاء الآمن. أخيراً ليلى اقترحت إنه يجيلها بلدتها الصغيرة. وصفت جنينة هادية فيها حتة خضرة ممتازة لمشاهدة النجوم في ليلة صافية، هتبقى رومانسية مع السما المليانة نجوم والريح الخفيفة. محمد وافق بحماس، حاسس بالأمل رجع له. في ليلة الموعد محمد كان متحمس ومتوتر في نفس الوقت، لابس قميص أبيض نظيف وبنطلون جينز، سايق عربيته المدنية ناحية بلدتها. الخطة كانت إنه ياخدها من شغلها في صالون كوافير زحمة، وبعدين يروحوا الجنينة. وقف قدام الصالون وهي ليلى بتطلع أخيرا، كانت متحمسة، هزت له بابتسامة عريضة، جريت عليه بسرعة، ركبت العربية واتعلقوا وباسوا بعض على الخد بحرارة. حس إنهم عارفين بعض من زمان، بس الإثارة الجديدة خلت كل حاجة أحلى. من صالون الكوافير المسافة كانت قصيرة لطريق جانبي بيودي على الجنينة، بس لما ليلى قالت له يلف يسار
ما كانش شكله مدخل جنينة رسمي فيه لافتات، كان زي طريق ترابي ضيق عشوائي. محمد ما كانش عارف المنطقة كويس، فلف بتردد. الطريق بسرعة تغير من إسمنت ناعم لتراب وعر مليان حفر، اللي خلاه يفكر جواه: أنا لفيت غلط ولا إيه؟ ده مش شكله صح خالص، يمكن جنينة تانية. أخيراً وصلوا لطريق إسمنتي تاني جنب حتة مفتوحة كبيرة تحت السماء الضلمة. توتر محمد اختفى فجأة. كانت فعلاً الجنينة بعشب أخضر وتلال بعيدة. سأل ليلى فين يوقف العربية، لأن الطريق الضيق ما كانش فيه باركينج واضح، والمنطقة كانت مهجورة تماماً من غير عربيات تانية. قالت بثقة: بس كمل هناك شوية، في باركينج صغير مستحبي بين الشجر. وهو بيطلع العربية ببطء شاف نور أمامي خافت لعربية تانية على بعد حوالي 100 متر جاية ناحيته ببطء غريب في الضلمة الكثيفة. الضلمة كانت قوية لدرجة إنه ما قدر يميز نوع العربية أو مين جواها. وقف على جنب الطريق قد ما يقدر، ماسك الدركسيون بقوة عشان يسيبها تعدي. لما قربت أكتر شاف إنها فان كبير أسود بيتحرك ببطء مش طبيعي. بدل ما تعدي جنبه، الفان لف في آخر لحظة ووقف وشه في وش عربية محمد محاصرها تماما من غير مخرج. محمد وهو ضابط شرطة جديد وعدواني بطبعه حس بإنذارات حمراء بتترفع في دماغه زي إنذار حريق. غريزته الشرطية اشتغلت. بغريزة قال لليلى بصوت حازم: ليلى اقعدي هنا جوه العربية وما تتحركيش. مسك كشافه القوي من الكونسول، نزل من العربية بسرعة وراح على باب السواق في الفان ماسك الكشاف زي سلاح. كان في راجل ضخم بلحية كثيفة ونظرات مصدومة جوه الفان. محمد طلب بغضب: بتعمل ايه يا راجل؟ ليه محاصرني كده في الضلمة؟ ده مش مكان للعب. الراجل قال بصوت هادي زيف: معلش جدا، أنا حارس الأرض الخاصة لي. كان عندنا مشاكل كتير مع صيادين غير شرعيين بيتسللوا بالليل، وكنت قلقان إنكم صيادين بتدوروا على طريق، بس دلوقتي شايف إنكم مش كده، مجرد 2 بيستمتعوا. محمد قال بحدة: لا، إحنا مش صيادين خالص، بنروح نشوف النجوم بس، ده أول موعد لينا، فما تعطلناش. الحارس اعتذر بسرعة: أنا آسف جدا على الإزعاج، أرجع عربيتك واستمتعوا بليلتكم الرومانسية. وبعدين الفان رجع ببطء، عمل دورة ثلاثية ورجع للطريق الضلمة. محمد وقف هناك كام دقيقة طويلة عشان يتأكد إنه مشي تماما، قلبه بيضط بقوة، وبعدين رجع للعربية. نكت مع ليلى عشان يخفف التوتر: افتكر إننا صيادين خطيرين، أكيد شكلك زي صيادة محترفة بالجمال ده. بس ليلى ما كانتش مركزة معاه خالص، كانت بتكتب بسرعة غريبة على موبايلها، صوابها بتتحرك بسرعة غريبة. محمد شاف ده غريب شوية، إنها مش مهتمة باللي حصل لسه، كأنها في عالم تاني، بس تجاهل الموضوع مؤقتا وكمل سواقة ناحية الباركينج. لقى باركينج ترابي صغير مستخبي جنب الحتة، رجع العربية فيه وفرشوا بطانية ناعمة على العشب الرطب. بدأوا يحكوا قصص شخصية، يضحكوا على ذكريات الطفولة، يتفرجوا على النجوم اللمعة في السماء الصافية، يشربوا نبيذ أحمر من إزازة صغيرة، وقضوا وقت رائع يبدو مثالي. الريح الخفيفة جايبة ريحة البحر. بعد حوالي ساعة من الراحة الضلمة كانت تامة تماما، النجوم بس هي اللي بتنور. محمد كان متمدد على التل وباصص على عربيته لما لاحظ نور أمامي ساطع فوق التل. كان نفس الفان راجع، المرة دي كان بينزل ناحيتهم بسرعة جنونية كأنه بيطارد فريسة. قبل ما يقدروا يردوا أو يقوموا الفان اندفع للباركينج، كاد يخبط في عربية محمد بقوة وحصرها بحيث ما تقدرش تسوق بعيد، محاصرة زي الفار في المصيدة. محمد وليلى قفزوا على رجليهم بسرعة، الأدرينالين بيجري في دمه. الحارس نزل من الفان ببطء، لف حوالين مقدمته وهو ماسك أنبوب معدني ثقيل في إيده زي سلاح، وطلب بصوت غاضب: هات مفتاح العربية ومحفظتك دلوقتي، ما تقاومش. محمد ما كانش هيدفع بسهولة، غريزته الشرطية اشتغلت. وبعدها جات الصدمة المرعبة. ليلى قامت فجأة، جرت على الراجل بسرعة، وقفت جنبه زي شريكة، وقالت لمحمد بصوت بارد: يلا يا محمد، هات المفتاح والمحفظة، ما تعمل الموضوع صعب. محمد كان في صدمة تامة، حاسس بالخيانة زي سكينة في قلبه، كل الثقة اتهدت. وهو واقف متجمد، ليلى مشيت لظهر الفان الضلمة، جابت أنبوب معدني تاني زيه، رجعت بسرعة وقالت ببرود: يا محمد، هات المفتاح والمحفظة فورا، مش عايزين نضطر نأذيك، بس هنعمل كده لو لازم.
محمد بص لهم بعيون مليانة غضب وقال بصوت حازم: لا، مش هعمل كده أبدا. أول ما قال كده الراجل هجر عليه زي وحش، رمى محمد على الأرض الرطبة، بس محمد قدر يقوم بسرعة بفضل تدريبه. سحب مسدسه المستخبي من حزامه ببراعة، صوبه على الراجل الأول وبعدين على ليا، وقال بصوت رسمي: أنا ضابط شرطة بجد، ارفعوا ايديكم فوق دماغكم دلوقتي وما تتحركوش وإلا هضرب نار. رموا الأنبوبين المعدنيين على الأرض فورا ورفعوا ايديهم وهما بيترعشوا، الرعب في عينيهم. وهو ماسكهم تحت تهديد السلاح، محمد طلع موبايله بإيد تانية، اتصل ب112 بصعوبة وشرح الموقف للمرسل بتفاصيل دقيقة رغم التوتر. كان وصف مكانه بالظبط صعب في الضلمة، التلال كانت بتحجب الإشارة. وهو متشتت للحظة، ليلى والحارس بصوا لبعض بنظرة متفق عليها، استداروا فجأة وجريوا على الغيطان الكثيفة اللي جنبهم. الأغصان بلعتهم. بغريزة محمد طاردهم لمدة 30 ثانية تقريبا، رجليه بتغوص في التراب، قبل ما يسمع طلقات نار مفاجأة مش من مسدسه، وشاف ومضات من السلاح في الشجر البعيد، كأن عندهم مسدسات مستخبية. فكر بسرعة: مش هعمل كده، ممكن أموت هنا. استدار، جري رجع لعربيته بأقصى سرعة، وقدر يخرج طريقه من الباركينج بحركات متتالية ذكية، يلف الدركسيون بقوة وطلع بره الجنينة ناحية الطريق الرئيسي. محمد وقف في أقرب بنزينة منورة بيلهاث، اتصل بالمرسل تاني، عرف بنفسه كضابط وطلب من الضباط يقابلوه فوراً. وصلت عربية شرطة مع 2 ضباط كبار في السن، عطوه وقت صعب على إنه اتخدع أونلاين. إزاي وقعت في فخ زي ده يا صاحبي؟ بس عرفوا إن الموضوع كان ممكن يبقى وحش جداً، فساقوا كلهم راجعين للجنينة في عربية الشرطة الرسمية. محمد أشار على الفان اللي كان لسه هناك متروك زي دليل. الضباط قالوا له يفضل في العربية وهم بيفحصوه، وهم ماسكين سلاحهم جاهز. فتشوا المنطقة بعناية، بصوا جوا الفان وبعدين رجعوا لعربية الشرطة ووشوشهم شاحبة. سلوكهم اتغير تماما، مليان جدية. قالوا له بصوت واطي: ظهر الفان كان مليان أدوات مرعبة، سكاكين حادة، مناشير معدن، مسدسات وبنادق، سائل إشعال للحرق، جنازير حديد، كلبشات وشريط لاصق كتير. كان مرعب بجد، كأنهم بيجهزوا لجريمة قتل. يمكن كمان في دم جاف على الأرض هنا. اتصلوا فوراً بالدعم الإضافي، والمنطقة بقت مسرح تحقيق جريمة كامل مع خبرة بيجمعوا الأدلة. دوروا في الغيطان لساعات طويلة بس ملقوش الاتنين، كأنهم اتبخروا. محمد حكى للمحققين تفاصيل عن ليلى، إنها كانت بتشتغل في صالون الكوافير المعين. الشرطة راحت هناك تاني يوم، فتشوا السجلات، بس الموظفين ما سمعوش عنها ولا عرفوا صورتها من التطبيق. استنتجوا إنها كانت محتالة محترفة خدعتها من الأول، يمكن جزء من عصابة. بالنسبة لمحمد، الخيانة كانت الجزء الأكثر تدمير، أكثر من الخطر الجسدي. اللي كان بيطرده أكثر هو التفكير الليلي. إيه كان هيحصل لو ما كانش معاه سلاحه المستخبي اليوم ده؟ كان هيخلص مقيد في ظهر الفان ده، ضحية لمخطط مرعب ما يعرفوش. القصة الرابعة: رحلة سارة ونور في المقبرة، تكملة. لما سارة ونور وصلوا أخيراً لبيت نور في الزقازيق، كانت الساعة قربت على منتصف الليل. العربية وقفت قدام البيت الصغير اللي كان نور فيه لوحدها، لأن أهلها كانوا مسافرين عند قرايبهم في القاهرة. الاتنين كانوا لسه تحت تأثير الصدمة، قلبهم بيدق بسرعة وإيديهم تترعش وهم بيفتحوا باب البيت. أول حاجة عملتها نور هي إنها قفلت الباب بالترباس ورا سارة، وبصوا لبعض في صمت، كأنهم بيحاولوا يستوعبوا اللي حصل. الريحة الكريهة اللي شموها في المقبرة كانت لسه عالقة في مناخيرهم، زي كابوس مش راضي يروح. نور راحت بسرعة ناحية المطبخ، جابت إزازة مية من التلاجة وصبت كوبايتين بإيد مرتجفة. إحنا لازم نهدي ونفهم إيه اللي حصل بالظبط، قالت نور، صوتها فيه رعشة بس بتحاول تبقى قوية. سارة اللي كانت قاعدة على الكنبة وبتفرك إيديها عشان تدفيهم، هزت راسها بهدوء، بس عينها كانت بتدور في الأوضة كأنها خايفة إن الراجل اللي شافوه
هيظهر فجأة من الضلمة. بدأوا يحكوا اللي شافوه خطوة بخطوة، زي لو بيحاولوا يحلوا لغز. سارة كانت مصرة إن الراجل ده مش طالب جامعة، كان شكله أكبر من كده بكتير، يمكن في الأربعينات، وكان في حاجة في عينيه، نظرة غريبة، كأنه مش خايف من حاجة. نور أضافت: والريحة دي يا سارة، دي مش ريحة نار عادية، دي كانت ريحة موت، زي جثة أو حاجة متعفنة. الاتنين سكتوا لحظة، الخوف رجع يزحف عليهم. قرروا إنهم لازم يعرفوا أكتر، بس كانوا مرعوبين من فكرة إنهم يرجعوا المقبرة أو حتى يبلغوا الشرطة، لأنه الشرطة ممكن ما تصدقهمش أو تضحك عليهم، خصوصاً إنهم جث ومعروفين إنهم غريبين في نظر الناس. بدلاً من كده، نور طلعت كشاف قديم من أوضة أبوها وقالت: خلينا نروح بكرة الصبح لما الدنيا تبقى منورة، نشوف إيه اللي كان بيحصل هناك، لو في حاجة مش طبيعية لازم نعرف. تاني يوم السبت الصبح، الشمس كانت بتطلع على الزقازيق والجو كان هادي بشكل غريب. سارة ونور رجعوا المقبرة بعربية نور، بس المرة دي كانوا أكتر حذر. لما وصلوا البوابة الحديد الصديانة، لاحظوا إن المكان كان فاضي تماماً، مفيش أي حركة غير صوت الريح بين الشجر. مشيوا بنفس الطريق اللي خدوه بالليل، نزلوا التل ناحية البلاطة والشجرة، وبدأوا يطلعوا ناحية التل التاني اللي شافوا فيه النار. لما وصلوا المكان اللي كانت النار فيه، اتفاجئوا إن الأرض كانت سودة محروقة، بس ما كانش فيه أي أثر لنار عادية. مفيش خشب محروق ولا علب بيرة زي اللي بيسيبها طلاب الجامعة. بدلاً من كده، لقوا دواير غريبة محفورة في الأرض، زي رموز دائرية مرسومة بدقة، وفي النص كان فيه بقايا عظام صغيرة متفحمة، مش واضح إن كانت عظام حيوانات ولا حاجة تانية. الريحة الكريهة كانت لسه موجودة، بس أخف بكتير من بالليل. سارة اللي كانت بتقرأ كتب عن الغموض والسحر الأسود حست بقشعريرة. دي مش نار طلاب يا نور، دي زي طقوس، زي حاجة شيطانية. نور اللي كانت عادة بتضحك على الكلام ده ما قدرتش تنكر إن المكان كان فيه طاقة غريبة. بدأوا يفتشوا حوالين المكان بحذر، ولقوا حاجة زادت رعبهم. تحت شجرة قريبة كان في كيس بلاستيك اسود مدفون نصه في التراب. لما فتحوه بحذر، لقوا جواه سكينة صغيرة متلطخة بدم جاف وورقة فيها كلام مكتوب بحبر أحمر، بس الكلام كان بلغة غريبة، مش عربي ولا إنجليزي، زي رموز قديمة. الاتنين قرروا إنهم مش هيفضلوا هنا ثانية واحدة زيادة. جريوا راجعين للعربية، وهم بيطلعوا التل سارة بصت وراها بالصدفة وشافت نفس الراجل اللي طاردهم بالليل واقف بعيد وسط القبور بيبص عليهم من غير ما يتحرك. كان لابس نفس الجاكيت الطويل الأسود ووشه كان شاحب تحت ضوء الشمس. صرخت لنور: ده هو بيبص علينا. نور ما بصتش وراها، بس زودت السرعة وطلعوا بره المقبرة في ثواني. لما رجعوا البيت قرروا إنهم هيبلغوا الشرطة، بس بشكل مجهول عشان ما يتحطوش في موقف محرج. نور اتصلت من تليفون عام في الشارع وحكت عن النار والرموز والسكينة من غير ما تذكر أساميهم. الشرطة راحت المقبرة في نفس اليوم، بس لما فتشوا المكان قالوا إنهم ملقوش حاجة غير بقعة محروقة على الأرض. الكيس والسكينة والورقة كانوا اختفوا، كأن حد جمع الأدلة قبل ما يوصلوا. القصة دي فضلت لغز في حياة سارة ونور. بعد الحادثة قرروا إنهم مش هيرجعوا المقبرة تاني أبداً، وبدأوا يبعدوا عن أسلوب حياة الجث تدريجياً. الراجل اللي شافوه والريحة الكريهة والرموز الغريبة فضلوا يطاردوهم في أحلامهم. لحد النهاردة سارة ونور بيحكوا القصة دي لصحابهم المقربين بس، وكل مرة بيضيفوا تفصيلة جديدة، بس دايماً بينتهوا بالسؤال: كنا بنواجه مين بالظبط؟ القصة الخامسة: لعنة شقة أمير 2003. في سنة 2003 في حي مصر الجديدة بالقاهرة، كان أمير خالد شاب عنده 28 سنة، شغال مهندس برمجيات ناجح، لسه ناقل لشقة جديدة في عمارة قديمة على طراز الخمسينيات. الشقة كانت صفقة مذهلة، إيجار رخيص، مساحة واسعة، وديكور كلاسيكي بحيطان رخام وأرضيات باركيه. بس من أول يوم أمير حس بحاجة غريبة في الشقة. الأضواء كانت بتطفي لوحدها أحياناً، وكان في صوت خطوات خفيفة في الريسبشن بالليل، كأن حد بيمشي بالراحة. في الأول
أمير افتكر إن ده بس خياله بيشتغل بسبب الإرهاق من الشغل أو يمكن الفيران في العمارة القديمة. بعد أسبوعين من الانتقال بدأت الحاجات تتصاعد. أمير كان بيسمع صوت همس في أوضة النوم بالليل، كأن حد بيتكلم بلغة مش مفهومة. في مرة صحي من النوم الساعة 3 بالليل وحس بحد واقف في ركن الأوضة. لما ولع النور ملقاش حاجة، بس الجو كان تقيل كأن فيه طاقة سلبية بتخنقه. بدأ يحس إن الشقة مش بس غريبة، دي ممكن تكون مسكونة. أمير اللي كان دايما عقلاني ومش بيؤمن بالخرافات قرر يعمل بحث عن تاريخ العمارة. راح لمكتبة الحي ودور في سجلات قديمة عن العقار. اكتشف إن الشقة كانت مملوكة في الستينيات لراجل عجوز كان بيعيش لوحده ومات في ظروف غامضة بعد ما الناس شافوه بيتصرف بغرابة، زي إنه كان بيتكلم مع نفسه أو مع حاجة مش موجودة. الجيران كانوا بيشتكوا من صراخ جاي من الشقة بالليل، وبعد موته الشقة فضلت فاضية سنين لأن كل المستأجرين كانوا بيهربوا بعد أسابيع. أمير قرر يجيب شيخ من مسجد قريب عشان يقرأ قرآن في الشقة يمكن يهدي الجو. الشيخ راجل كبير في السن بصوت هادي جه ومعاه مصحف وسبحة. لما دخل الشقة قال إنه حالس بحاجة تقيلة في المكان، وبدأ يقرأ سورة البقرة بصوت عالي. أثناء القراءة الأضواء بدأت تنط بسرعة والشبابيك اتفتحت لوحدها رغم إنها كانت مقفولة. الشيخ كمل قراءة بثبات، بس أمير كان مرعوب، قلبه بيدق زي الطبل. بعد ما الشيخ خلص قال لأمير إن فيه طاقة شريرة في الشقة ونصحه إنه يسيبها في أقرب وقت. أمير اللي كان لسه متردد لأنه دفع إيجار سنة مقدما قرر يحاول يصمد، بس الأمور زادت سوء. في ليلة وهو نايم حس بحاجة تقيلة بتقعد على صدره، مش قادر يتحرك ولا يتنفس. لما فتح عينيه بصعوبة شاف زي ظل أسود فوقيه من غير ملامح، بس عينيه كانوا زي جمرتين بيحرقوا. صرخ بكل قوته والظل اختفى فجأة، بس أمير كان خلاص قرر إنه يهرب. تاني يوم جمع حاجاته في شنطة وساب الشقة من غير ما يبص وراه. اتصل بالسمسار وقال له إنه مش عايز الشقة حتى لو خسر فلوسه. لما السمسار سأله عن السبب أمير حكاله القصة، والسمسار اللي كان عارف تاريخ الشقة اعترف إنه محبش يحكيله في الأول عشان ما يخسرهوش كمستاجر. أمير حس بالغضب، بس كان أكتر إحساس بالراحة إنه طلع من المكان ده. بعد ما ساب الشقة أمير انتقل لشقة جديدة في حي تاني، وحياته رجعت لطبيعتها تدريجياً. بس لحد دلوقتي كل ما يحكي القصة بيقول إنه بيشم نفس الريحة الكريهة اللي كانت في الشقة، وبيحس إن الظل الأسود لسه بيترقبه من بعيد. الشقة فضلت فاضية سنين بعده، والعمارة دلوقتي مهجورة، بس الناس في الحي بيقولوا إن الأضواء لسه بتومض في الشقة بالليل وأصوات الهمس بترن في العمارة. القصص الخمسة اللي سمعناها النهاردة مش بس قصص رعب، دي قصص بتفكرنا إن الشر الحقيقي ممكن يكون موجود حوالينا، سواء في شكل إنسان زي أحمد، أو طاقة غامضة زي اللي شافتها منى وأمها، أو خيانة زي اللي عاشها محمد، أو حتى قوة ما نعرفهاش زي اللي طردت سارة ونور وأمير. الرعب مش دايما عن أشباح أو وحوش، أحيانا بيكون في الإحساس بالضعف قدام المجهول. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا.